السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريب 1 لسه مكمل معاكم باقي الليسون 1 في يونت 2. كنت خلصت معاكم بارت 1 وقفت لغاية الانرجي. النهارده جاي اكمل معاكم على الانرجي. energy the ability to do work، القدرة على بذل شغل. انك تقدر تعمل work يبقى انت كده بتعمل energy. طيب energy يا رجالة هي مقسومة، كل انواع الانرجي مقسومة لحاجتين، يا potential يا kinetic. potential او kinetic. طيب ايه هي بقى البوتنشال؟ البوتنشال هي عبارة عن energy stored، يعني متخزنة in an object، في أي object. ليه؟ due to work done on it، يعني نتيجة work اتعمل عليها. potential energy stored يعني مخزنة. stored يعني ايه؟ مخزنة in an object as a result of، يعني نتيجة work done، يعني work اتعمل on it عليها. طيب واليونت بتاعتها بالجول. طيب لفتة جميلة قوي، الورك ايكوال الانرجي في اليونت، في الايه؟ في اليونت، والاتنين بيتقاسوا بالجول. اي انرجي بتتقاس بالجول. طيب بوتنشال بتتقاس بالايه؟ بالجول. اليونت بتاعتها ايه؟ جول. والكاينيتيك جول. طب والالكتريك انرجي بالجول، والثيرمال بتتقاس بالايه؟ بالجول. يبقى اي انرجي هي وحدتها ثابته اسمه جول. طيب يبقى معانا البوتنشال برضو بتتقاس، اليونت بتاعتها بتتقاس بالجول. طيب ايه الفاكتور، العوامل اللي بتأثر على البوتنشال؟ اول حاجه الويت والهايت. يبقى اول حاجه ايه؟ ويت، تاني حاجه هايت. الويت اللي هو وزن الايه؟ الاوبجكت. كل ما الويت يزيد كل ما البوتنشال تزيد. في الهايت كل ما الهايت يزيد كل ما البوتنشال هتزيد. تعالوا بقى نشرح احنا بنقول ايه. As the weight of the object increase، كل ما الويت increase the potential energy increase and vice versa. والvice versa يعني العكس ايه؟ صحيح، ده اسمها vice versa. طيب في الهايت as the height of object increase the potential energy increase. ايه ده؟ يبقى معنى كده ان الويت لو زاد البوتنشال تزيد، لو الهايت زاد البوتنشال تزيد. يبقى معنى كده ان في هنا حاجه اسمها دايركت ريليشن، علاقه مباشره. يعني ايه علاقه مباشره وعلاقه طرديه؟ يعني حاجه تزيد والتاني بيزيد معاها. طب الويت لما يزيد البوتنشال بتزيد معاه. طب الهايت لو زاد البوتنشال بتزيد معاها. يبقى ده بيجري وراه، ده يزيد وده يزيد معاه، عشان كده سموها دايركت ريليشن. So we can conclude potential energy from، يبقى البي اي معناها potential energy. طيب خلي بالك هسألك، فركز معايا وانا بتكلم. البوتنشال انرجي ده رول. يعني ايه رول؟ قاعدة. اسمها ايه؟ رول يعني ايه؟ يعني قاعدة. دي القاعدة اللي احنا هنشتغل عليها. potential اللي هو البي اي equal weight اللي هو الدبليو باي height اللي هو الاتش. يبقى تعالوا نقول البوتنشال energy equal what؟ weight by height. ده اللي احنا هنشتغل عليه، هيجي لنا مسائل وهنحل. طيب بيقول لك ادي تراينجل اهو، اللي فوق بيبقى مالتيبليكيشن مع اللي تحت، واللي جنب بعض بيبقى اللي فوق واللي تحت بيبقى ديفيجن. بيبقى ايه؟ ديفيجن كده. اما اللي جنب بعض بيبقى مالتيبليكيشن. اليونتس بقى بتاعت البوتنشال جول، الماس
احنا ما عندناش ماس، ما احنا هناخد بعد كده ان الويت ايكوال ماس باي جرافيتي. الويت ايكوال ماس باي جرافيتي. يبقى هنا داخل في الويت الماس. الماس بالايه؟ بالكيلو جرام، والهايت بالمتر، والويت بالنيوتن. تمام؟ بروبلم بيقول لك كالكوليت، يعني احسب. كلمة بروبلم يعني ايه؟ يعني مسألة أو مسائل كده. بروبلمز يعني مسائل. كالكوليت، أول ما يقول لك كالكوليت اللي بعد الكالكوليت ده اللي أنت هتحله. عايز البوتنشال. الأوبجكت ماس أهي 6 كيلو جرام. located at height 3 meter above the ground. الجرافيتيشنال بيديها لك هي 10 نيوتن بير كيلو جرام. البوتنشال بقى ايه ده؟ دي ما خدناهاش. ما هو انا زي ما انا قلت لك الويت ايكوال ماس باي جرافيتي. انا المفروض ده ويت باي هايت، صح؟ مش البوتنشال انرجي ويت باي هايت؟ تمام. شلت انا الويت وحطيت الماس باي جرافيتي. حطيت الماس باي جرافيتي عشان هو اداني ماس. لو كان اداني ويت انا كنت اشتغلت على طول. هو لفها لك كده عادي، هجيبها لك طول ما انا شاطر اجيب. الويت ايكوال ماس باي جرافيتي. حط الماس باي جرافيتي باي هايت اللي هو 6 باي 10 باي 3 ايكوال 180 جول. بالذمه في اسهل من كده؟ كالكوليت. عايز البوتنشال. الماس 5. جامب لفوق على ارتفاع 2. بيقول لك دي اسمها جيفنز. جيفنز يعني معطيات، ومعطيات المسألة يعني البيانات اللي مديها لك. الويت بكام؟ ما ادانيش ويت، ده اداني ماس واداني جرافيتي هنا. ما هو احنا قلنا ويت ايكوال ماس باي جرافيتي، يعني 5 باي 10 ايكوال 50. يبقى نيجي هنا نكتبها 50. والهايت كام؟ 2. حل يابا. اقول له ويت potential energy equal weight by height equal what? 50 by 2 equal كام؟ ها؟ 100. برافو عليك، برافو عليك جول. calculate the height. لما اداني وقال لي بوتنشال على طول قلت له اوكي. ما انا عارف الرول بتقول ايه؟ بي اي ايكوال ويت دبليو باي هايت. يبقى انا لازم اعمل تراينجل. ادي تراينجل اهو. بوتنشال انرجي ايكوال، فين المساحه؟ مبسوطين انتوا كده وهو بيلغيني. بوتنشال انرجي ايكوال ويت باي هايت. هو عايز ايه؟ عايز الهايت. احط ايدي على الهايت. لو حطيت ايدي على الهايت يبقى بوتنشال، واحنا قلنا دول ديفايدد. بوتنشال ديفايدد ويت. اديني الجيفنز الاول يعني المعطيات. كالكوليت الهايت. الهايت هو اللي اهو اللي عايزه. طب الهايت ايكوال ايه؟ بوتنشال ديفايدد ويت. بوتنشال بكام؟ 10 divided weight 4 equal 2.5 meter. سهلة؟ سهلة صح؟ تمام. في الأوبزيت فيجر بيقول لك 3 identical يلا يعني متماثلة يعني زي بعض قوي قوي قوي، يعني الماس واحد. solid ball are dropped from different heights creating different holes in the sand. عملوا إخرام كده. واحدة عملت إيه؟ بتاع كده مكانها في الساند. طيب what's the type of energy that is stored in each ball؟ ايه نوع الطاقة اللي هنا؟ potential energy. ليه؟
كان لازم اقول لك من الاول ان البوتنشال انرجي هي الطاقه اللي متخزنه على ارتفاع. اي اوبجكت على ارتفاع فيه بوتنشال انرجي. اي اوبجكت على الارض ما فيهوش بوتنشال انرجي. ارفعه لفوق بقى مخزن فيه بوتنشال انرجي. يبقى دول كلهم فيهم بوتنشال انرجي حتى لو مرفوع سنتي بس من على الارض، يبقى هو خزن بوتنشال. which will create smallest اقل هول. مين؟ اللي على بعد 1 متر اللي هو الاي. طب ليه؟ اقول له because it has the least height. عندها اقل height. طب what's meant by the potential energy of an object equal 20. هنا في الواتس meant by قلنا واحنا عارفينها من السنه اللي فاتت، انتوا لسه في بريب 1 خدتوها في الترم الاولاني. لما باجي اقول لك واتس meant by بشيل المصطلح العلمي اللي عندي واحط الديفينيشن واكتب الرقم في الاخر. يبقى اقول له ايه؟ the stored energy in an object due to work done on it equal 20 جول. تمام؟ نعرف نجيبها؟ طب لو غير الرقم ده نعرف نقوله؟ ايوه، كل اللي انا هقوله the stored energy in an object equal الرقم اللي اداهوني وشكرا، وغير ما يلزم. في عندي controlling variables اللي هو العوامل والفاكتورز اللي موجوده في اي experiment. One of the skills is scientific research and design of the scientific comparative experiments. خلينا نركز في العوامل دي. لو انا عندي علاقه بين 3 عوامل، انا عندي potential energy والويت والهايت. لو عايز اشوف العلاقه بينهم اثبت واحده فبقى دي كنترولد. اغير في واحده فتبقى دي الاندبندنت، واشوف تاثير التغيير ده على واحده تبقى الديبندنت اللي بتعتمد عليها. طيب اندبندنت فاريبل اللي هو الكوز اللي هو اللي بيتغير، تشينجد اللي بيتغير خلال التجربه اللي بغيره. طيب dependent variable اللي هو اللي بيتاثر. change is response to changing the independent variable. اما الكنترولد اللي هو اللي انا مثبته. يعني هسأل سؤال تاني، هو الراجل ده لسه الحاجة دي جديدة علينا فعايز اظبطها لك اكتر. سيبنا من اللي هو قايله وهتكلم معاك في variable بتاع البوتنشال والهايت. ادي بوتنشال وادي ويت وادي هايت. انا عايز اشوف العلاقة بينهم. طب انا عايز اشوف العلاقة بين مين؟ بين البوتنشال والويت، يبقى لازم اثبت ده. بمعنى يعني كل ما الوزن يزيد البوتنشال تزيد، ايوه، يبقى انا هرمي كور من على ارتفاع ثابت واشوف تاثير الويت عليها. طيب انا عايز اخد العلاقه بين البوتنشال والايه والهايت، اقوم مثبت ده. يعني ايه مثبت ده؟ اختار شويه كور عندهم نفس الويت واشوف كل ما اطلع بارتفاع ايه اللي بيتم في البوتنشال وهكذا. طيب تعالوا نشرح اللي هو بيقوله. ليتس سي ان اكزامبل. انا كده جاب نباتين نفس السويل ونفس البيئه وبرشوم بكميه الميه وموجودين في السانلايت. هو عايز يعمل ايه؟ هو بيتكلم في كميه الميه. هنا كميه الميه هنا هتبقى قليله، انا هدي هنا كميه الميه كتيره، انا هزود هنا كميه الميه اكتر. يبقى مين اللي بيتغير؟ كميه الميه. ده بقى اسمه اندبندنت. اسمه ايه؟ اندبندنت. تمام؟ طيب ايه الثابت عندي؟ اللي هو السويل، البذره، النبات، والسويل والعوامل التانيه اللي موجوده. هو جوه الشمس
جوه السويل، ونفس البذور استعملتها، ده اللي انا مثبته على الكل. امال عايز اغير ايه؟ عايز اغير كميه الميه. طب كميه الميه لو زادت وقلت تعمل ايه في نمو النبات؟ صح، يبقى انا دلوقتي عايز احدد العلاقه بين كميه الميه ونمو النبات. طب كميه الميه زادت هيحصل ايه؟ كميه الميه قلت هيحصل ايه؟ زادت وقلت ده اسمه independent variable. اما اللي اتغير اللي هو اللي نتج عنه يعني نمو النبات ده اسمه dependent. اسمه ايه؟ dependent. امال انا ثبت مين؟ ثبت ايه؟ ثبت البيئه، ثبت الشمس، ثبت البذور. دول كلهم عوامل ثبتها عشان بس يبقى عندي علاقه بين اتنين. اي حاجه تانية هثبتها تبقى controlled. انا ما كنت بغير فين؟ في كميه مين؟ كميه الميه، واللي بينتج عنها مين؟ نمو النبات. يبقى كميه الميه تعتبر independent. تعتبر ايه؟ independent. طب نمو النبات dependent. dependent يعني معتمد عليه. اما الكنترول اللي انا مثبته مين؟ كان الشمس والايه؟ والصايل. طيب independent اللي بغيره، واللي بغيره مين؟ كمية المية used to irrigate the one of the plants. طب والديبندنت اللي بينتج عنه growth نمو النبات. طب الكنترولد الثابت اللي بثبته كان مين؟ number and type of seeds, type and amount of soil وamount of light. دول الثابتين. يبقى مين اللي كان بيتغير؟ المي. مين اللي كان بتأثر بيه؟ لا، النمو. حلو، اللي بيتغير اسمه ايه؟ independent. طب واللي كان بيتأثر بيه والناتج عنه؟ dependent. طب امال الثابت اسمه controlled. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ controlled. يبقى لسه اول مرة تسمع الحكاية دي، وانا عارف ان هي ممكن تبقى صعبة عليك، وناخد وقت على ما ندرسها ونفهمها كويس. علاقة بين 3 عوامل يا رجالة. علشان اعرف العلاقة بينهم لازم اثبت واحد واغير في واحد واشوف الناتج على التالت. اثبت واغير واشوف النتيجة على التالت. اللي انا مثبته احفظه كده، اللي ثابت اسمه كنترولد. اللي ثابت اسمه ايه؟ كنترولد. ثبته وتحكمت فيه، ولا اتلم ما تتكلمش ما تتحركش، بتحكم فيه. كنترولد اثبت. طيب امال اندبندنت اللي هو الغير مستقل، اللي انا بغيره، اللي مش ثابت، ده اسمه ايه؟ اندبندنت، اللي هي كميه الميه هنا. طب والديبندنت اللي بتنتج، اللي متاثر بيه، اللي بيبان تاثيره، اللي هو الافكت. يبقى هنا انا ثبت نوع البذور والسويل والشمس، ده كنترولد. غيرت في كميه الميه اللي انا بسقي بيها الزرع، يبقى اللي اتغير هنا اسمه independent. طب والناتج اللي طلع اسمه ايه؟ dependent. The chemical energy found in food and fuel. potential energy is potential، يعني اللي جوه جسمك وجوه اكلك وجوه النبات هو واحد من ضمن انواع البوتنشال انرجي في شكل كيميكال. ما هي اي طاقه متخزنه يا حلاوه بنسميها بوتنشال، نوع من انواع البوتنشال. فالكيميكال انرجي اللي موجوده في الباتري بوتنشال بس في شكل كيميكال. الكيميكال انرجي اللي موجوده في الفود موجوده في جسمك، دي كلها ايه؟ بوتنشال انرجي بس اسمها كيميكال انرجي. طيب يبقى الكيميكال انرجي اللي موجوده في الفود and fuel is potential energy stored، مخزنه in chemical bond، في روابط كيميائيه. It's released and converted into kinetic، بتتحول لكاينيتيك انرجي when the chemical reaction occurs. بتتحول لكاينيتيك لما بيحصل chemical reaction. طيب
What happened? An object weight is doubled. تاني يعني انا عندي potential energy equal weight by height. هو بيتكلم على الويت. ايه اللي هيحصل؟ ادي الويت اهو. يبقى انا هثبت ده واشوف الويت علاقته ايه بالبوتنشال، والبوتنشال علاقتها ايه بالويت. يبقى انا ثبتت الهايت. لو ده زاد مرتين ده يزيد كم مره؟ قال لك يزيد مرتين زيه. بص بقى يا سيدي، انا عندي هنقول calculate potential energy of an object, its weight equal 20 نيوتن. ده اول واحد. وتاني اوبجكت الويت بتاعه equal 40، والاتنين على height at height 10 متر. تيجي نحسب. هو كده الارتفاع ثابت صح؟ للاتنين. الويت هو اللي اتغير، بس الويت ايه؟ زاد، بدل من 20 ب 40. معنى كده ان هو ايه؟ زاد مرتين الضعف. طيب تعالوا نحسب هنا البوتنشال. هنا ناخد هنا البوتنشال انرجي ايكوال ويت باي هايت. الويت بكام؟ ب 20 وهايت يبقى ايكوال ايه؟ 200 جول. ناخد البوتنشال انرجي هنا ويت باي هايت. الويت بكام؟ ب 40 والهايت بكام؟ ب 10 ايكوال 400 جول. ايه ده؟ ما هنا ده اللي عايزين نوصل له، انه كل ما الويت لو حصل له دبل هيحصل للبوتنشال انرجي دبل. يلا ناخد كمان مسألة حلوة عشان the potential energy of an object it's احنا كنا بنغير في الويت it's يبقى it's weight equal 400 نيوتن. تمام؟ at height على ارتفاع كام؟ يا اما 4 متر او 8 متر. تمام؟ كده احنا ثبتنا مين؟ ثبتنا الويت. ثبتنا الايه؟ الويت. وغيرنا فين؟ في الهايت. غيرنا فين؟ يبقى ده مين؟ ده هايت وده هايت. طيب بوتنشال انرجي ايكوال ايه؟ ويت باي هايت. وهنا البوتنشال انرجي ايكوال ايه؟ ويت باي هايت. الويت بكام؟ 400. طب الهايت بكام؟ ب 4 ايكوال كام؟ لا 100 ايكوال كام؟ 1600 جول. عايزين بقى نحسب احنا كده لما الهايت بقى كان على 4 متر ادانا 1600. طب يلا نقول البوتنشال انرجي هنا ايكوال الويت بكام؟ ب 400 باي 8 ايكوال 3200 جول. ايه اللي حصل؟ 16 بقت كام؟ 32. يبقى 16 بقت 32. معنى كده انها زادت برضو الضعف صح؟ يبقى نقول ان لو الويت is doubled البوتنشال انرجي doubled. يعني لو الويت ماله زاد مرتين بوتنشال بتزيد مرتين. طب والهايت دبلت. لو الهايت هنا فين الهايت اهو؟ لو الهايت زاد مرتين ايه اللي يحصل في البوتنشال انرجي؟ بتزيد مرتين برضه.
يبقى هنا السؤال ده بيجي لك في وقت هامين ويقول لك لو ده زاد مرتين ده يزيد قد ايه؟ لو ده زاد مرتين ده يزيد قد ايه؟ قول له ان ده لو دبل ده دبل، ده دبل ده دبل and so. بعد الشرح والليله اللي احنا خدناها يلا معانا. Object weight is doubled. Potential energy will increase to double. An object height from the earth's surface doubled. ايه اللي يحصل؟ potential energy double. An object weight decrease to half. قلل النص، التاني برضه هيقل للنص decrease to half. An object height from earth surface decrease to half. قلل النص برضه ده decrease to half. الأوبجكت ويت is doubled. ركز بقى في الحتة دي. لو واحد زاد الضعف التاني هيزيد. طب هناخد بقى اللي هو الويت. لو انا خدت، مش هما 3 potential energy وويت وهايت، ده لو زاد الضعف ده يزيد ايه؟ طب ده لو زاد للنص ده يزيد، ده ينقص ليه؟ يبقى انا لو زودت ده، لو نقصته على النص وده خليته في الضعف، ايه اللي يحصل للبوتنشال انرجي لو انت شاطر؟ تاني، ده لما زودته للضعف ده زاد الضعف، ده لما قللته للنص ده نزل النص. دي بقى فين؟ بقت زي ليه؟ عشان الدبل اللي رفعه النص نزله تاني. مش واخده بالك؟ طيب دلوقتي calculate potential energy of an object. its weight، الويت كام؟ 400 نيوتن. and the height equal 12 متر. تمام؟ هنحسبها ويديك نفس البتاع. calculate the potential energy of an object. its weight، احنا كده ده هنقلله للنص فهتبقى 200 نيوتن، وده نطلعه للايه؟ للضعف، صح؟ and its height هيبقى 24 متر. انا عملت ايه؟ انا خليت الويت للنص والهايت خليته للضعف دبل. تيجي نحسب دي هتطلع بكام ودي تطلع بكام؟ يلا. البوتنشال انرجي ايكوال ويت باي هايت. الويت بكام؟ 400 باي 12. طلع الكالكوليتر عندك واحسبها لي. وهنا البوتنشال انرجي ايكوال ويت باي هايت ايكوال كام؟ 200 باي 24. هيطلع كام؟ هيطلع كام؟ 1000. ده 400 باي 12 يطلع كام؟ 4800 جول. طب والتاني هيطلع كام؟ هيبقى 200 باي 24. ايه ده؟ برضه طلع 4800 جول. ده معنى كده ان انا لو زودت واحد الدبلت وخليت التاني للنص مش هيحصل حاجه، البوتنشال هتفضل زي ما هي. كده احنا فهمنا الحمد لله. بيقول لك ايه؟ potential energy will not change، مش هتتغير، وخدناها بالعملي. طيب mention the measuring unit. اديني اليونت بتاعت الديسبليسمنت المتر. طب التايم بالسكند او بالاور. والسبيد متر بير سكند وكيلومتر بير اور. الورك بالجول والفورس بنيوتن والويت بنيوتن برضه. ايه ده ليه؟ ما هو الفورس هي الويت، والويت يعتبر نوع من انواع الفورس، والبوتنشال انرجي بالجول. اصنع نجاحك بجهدك وجدك، يعني ما فيش حد يعمل لك نجاحك غير بك انت.
شكرا جزيلا. خلصنا ليسون 1 في يونت 2، واشوفكم بقى في الفيديو الجاي مع الكاينيتيك انرجي وليسون 2. انا كنت معاكم مستر محمد الشهاوي، سعيد بيكم. ولو الفيديو عجبك يا حبيبي بايدك الجميله دي اديني لايك وشير لاصحابك. سلام.